نقول له يا سمير ان شاء الله ربي يفرج عليك، ونقول له ايضا انه هذا افراج، هذا ايقاف تحفظي ماهيش عقوبه. اذا كان خرجت من السجن معنى هذا الايقاف لن يكتب في بطاقه سوابقه العدليه اذا كان حظي بحكم بعدم سماع الدعوه. وانا ان شاء الله مستبشر خير لانه باش يرافعوا عليه زملاء من خيره ما عندنا في المحاماه التونسيه، وانا عندي امل كبير انه سوف يحظى بحكم ايجابي ان شاء الله. خليك ثابت على مبدأك وخليك واثق من براءتك، وان شاء الله القضاء اللي احنا عندنا فيه ثقه كبيره ينصفك، وان شاء الله ترجع لمشاهديك وترجع لعائلتك وترجع للناس اللي يحبوك اقوى من قبل. والضربه التي لا تقتل تقوي في نهايه الامر. كلنا اليوم سمير الويثي. احنا معاك ونصبروك ونقولوا لك شد معناها روحك، راهي حكايه فارغه، الحي يروح، ونقول له ما تخافش وشد صحيح في خدمتك، وان شاء الله باش يجي نهار ويحل الملف، هو بيده باش يحل الملف التلفزه، ومن بعد يرجعوا يقولوا ملا سمير ملا سمع عنا احنا بعد ما اتخذ يقولوا والله بريمون كنا غالطين فيه ويعطيه الصحه. نقول سمير كون قوي، كون صبور. هذا مجرد هذا اختبار من اختبارات الحياه. هذيك هي سكون ابيل احنا لي ريسك دو ميتي نتاعنا. هلا غالب ان هذاك قدرنا في هذه المهنه، عليك تتحمل هذا بكل بحيث صبر، وباذن الله ان شاء الله تكون مجرد سحابه عابره في مسيرتك. الازمه هذه ان شاء الله نتصاوب باش تعطيه اكثر قوه، باش يكون يزيد يخدم اكثر. اقول لسمير لا تحزن يا صديقي، فهذه ضريبه النجاح، واحمد ربك انك باش تخرج بريء من التهمه الموجهه اليك، لانك ارفع من التهمه التي نسبت اليك، وانا متاكد من ذلك. وليأخذ القضاء مجراه، وليكن القضاء عادلا كما لنا ثقه فيه، وستخرج اقوى مما كنت، لان هذه التهمه سوف لن تقسم دارك بل ستقويك. والى الامام يا سمير. من طولي كان اتمنى انه سمير يعود الى سلف نصرته، وانا متاكد من هذا انه في اقل من 10 ايام باش يكون في مقر عمله مع عائلته ومع اصحابه ومع احبابه. ونحب نقول للي يشمت او للناس اللي تشمت وقت اللي يبدا الانسان في محنه، اراه تلك الايام وكما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته ازمان، يوم لك ويوم عليك. معناتها عيب انك تشمت في انسان ما ينجمش يجاوبك او ما ينجمش يرد عليك، لان وقت اللي يخرج ينجم يجاوبك وينجم يرد عليك. اذا ما ثماش ما يثبت الادانه نتاعك انا معك، واذا خويا العزيز انت خالفت القانون تستاهل. سافا ما دامك ما خالفتش القانون معك ومعك ومعك، وربي يفرج عليك. وكما اتفقنا على كل حال احنا باش نتقابلوا قريبا ان شاء الله، نشربوا قهوه مع بعضنا وقت معناتها وين احنا باش نتقابلوا، حتى لو كلمني تو نتفاهموا وقتاش نتقابلوا.